السلام عليكم وأتمنى أنكم تكونوا بخير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حسون يتكلم. الحلقة بتاعت النهاردة دي كنت حابب أشارك فيها حاجة اتعلمتها مؤخرا يعني. وهي فكرة السعي. أنا عندي مشكلة كانت من زمان مع السعي، وبالذات لو داخل على حاجة جديدة أو تطور جديد في حياتي، إن أنا كنت بكون محتاج أكون عارف كل حاجة عن الطريق اللي أنا إن شاء الله أنا بمشي فيه. بمعنى صح كنت محتاج يكون عندي خريطة. الخريطة ديت موضح فيها كل حاجة، إيه الحاجات اللي أنا هقابلها، وايه العقبات اللي انا محتاج ان انا اتخطاها واتخطاها ازاي. وطبعا ده شيء كويس ان الانسان يكون مخطط للطريق اللي هو هيمشي فيه وعارف العقبات اللي ممكن تقابله. لكن المشكلة ان مش طول الوقت بيكون الخريطة او الرود ماب ديت متاحة. بمعنى صح مش كل الطرق اللي هتمشيها في حياتك او المسارات اللي انت هتاخدها هتكون واضح فيها كل حاجة. وحتى لو المسارات دي مشيها مليون شخص قبلك، فتجربة كل واحد من المليون هتكون مختلفة. ولو اديت لكل واحد ورقة وقلم وقلت له ارسم خريطة الطريق اللي انت مشيت فيها، هتلاقي كل واحد فينا ليه طريق مختلف تماما. العبرة اللي انا بقولها لك هنا ان انت لما تسعى في مجال جديد، حاول تسعى وبمعنى اصح زي ما الناس بتقول ارمي نفسك. ارمي نفسك مش بمعنى ان انت تخش حاجة على عماك، ولكن هي الفكرة مثلا انا لو حابب اتعلم مجال جديد وليكن حاجة زي البرمجة، فانا مش هروح رامي نفسي في البرمجة وخلاص. بس بمعنى اصح في ناس كتير بيعطلها في البداية جو هو انا ابدأ بايه واسيب ايه واكرف لايه. من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها هي بتكون في حاجات مثلا كان المفروض تتعلمها قبل حاجات، ولكن مش طول الوقت هتلاقي منتور يقولك او هتلاقي حتى حد موضح ده. ويمكن دي حاجة من الحاجات اللي انا كنت بعاني منها في بداية تعلمي للبرمجة يعني. ولكن الموضوع جه ازاي؟ جه من فكرة ان انت خلاص كنت بتشوف الكورس الفلاني، شايف ان هو فور بيجنرز يعني، فبتروح داخل فيه، فبتيجي نقطة معينة في الكورس انت مش فاهمها، فبتسرش عليها وبتفهمها. فالعقبة اللي انت كنت مستني انك تفهم النقطة ديت عشان تدخل في دي، لو انت عارف من البداية تمام اتس اوكي، مش هنقول لك ان انت خلاص نط في التقيل وزي ما تيجي، لا يعني ارجع شوف الحاجة اللي انت ناقصاك او البيزك اللي انت محتاج انك تتعلمه. لكن بقول لك ان مش ده طول الوقت الحاجة اللي بتكون هي الصح يعني. الحاجة التانية اللي انت محتاج تعرفها عن السعي او المحاولات، ان هي هتوديك لحاجات انت عمرك في حياتك ما كنت حاططها في الحسبان. بمعنى لو انا قررت مثلا ان في شركة معينة انا هروح الانترفيو او هروح الكورس بتاعهم وزي ما تيجي، فاترفضت، بالنسبة لك انت الموضوع فشل. لكن انت ممكن هناك تتعرف على حد، الحد ده يقودك لحاجة معينة، يعلمك حاجة معينة، يشوف لك فرصة احسن. وبالتالي ده ما كانش هيحصل لولا ان انت سعيت ورحت للمكان ده. فمش كل فشل احنا نقدر نصنفه ان هو اكشوالي فشل حقيقي يعني. انت محتاج تراجع نفسك في النقطة دي وتبص للموضوع بمنظور مختلف. انا هحاول وهسعى. فبلاش النظرة التشاؤمية بتاعت طب انا استفدت ايه من المشوار اللي انا روحته وكله ده كان على الفاضي وكله ده ما جابش نتيجة. لا، جاب نتيجة. انت لما تيجي تبص على التراكمات وان انت رحت المكان الفلاني فتعرفت على السيستم الفلاني، اتعرفت على شخص معين، اعتقد ان كل دي حاجة من الحاجات اللي هي بتضيف ليك رصيد من الخبرات. في معلومات الانسان ما بيقدرش يعرفها مهما سرش اونلاين ومهما دور، لان برضو التجربة بتفرق. يعني ان انت تزور مكان معين عشان تعرف هل الحاجة دي تناسبك بجد، ان انت تنزل تتكلم مع الناس اللي انت ناوي تقدم على الشغل عندهم على ارض الواقع، بعيدا بقى عن الجو بتاع السوشيال ميديا وان احنا بنشير صورنا واحنا فرحانين وان المكان لذيذ ولطيف في الشغل. فلا يعني الموضوع على ارض الواقع بيفرق، وان انت بتنزل بتحتك بالناس ده بيزود عندك كمية حاجات لا تعد ولا تحصى، ممكن احنا مش بناخد بالنا منها، ولكن الكوميونيكيشن عندك بيتحسن. بتقدر انك تدير حوار، بتعرف تكتسب برضو مهارة ان انت تقيم كل حاجة هل هي بجد مناسبة ليك ولا مش مناسبة. اصل يعني انت لما بتشوف حاجة على السوشيال ميديا بتلاقي الناس مثلا في نفس الحاجة الكومنت والكومنت اللي تحته، واحد كاتب ان هي كويسة واحد كاتب ان هي وحشة. طب هي كويسة من وجهة نظر مين ووحشة من وجهة نظر مين؟ الاتنين صادقين، محدش قال ان الاتنين فيهم واحد كذاب. بالعكس، هي الموضوع ده بيعلمك ان انت في حاجات هي مش وحشة في الاساس، لكن هي مش مناسبة ليك انت. وفي حاجات الناس شايفة ان هي وحشة ولكن هي مناسبة ليك انت. بمعنى اصح، في حد هيجي مثلا، هتكلم من الكارير بتاعي، هيجي يقول ان الجراحات مثلا اسوأ من البطنات لكذا سبب. منها ان انت تقدر تجيب فيها فلوس، ده بيكون متأخر شوية، محتاج تريننج عالي، محتاج ان انت يكون عندك منتور كويس يعلمك الحاجة اللي انت بتتعلمها. في حد لا، ممكن يشوف ان الجراحة بالنسبة له حاجة مناسبة اكتر. طب هي مناسبة يعني حلوة بالنسبة لمين ووحشة بالنسبة لمين؟ دي حاجة انت اللي بتحددها مش غيرك اللي بيحددها. هل الدنيا هتبطل تحتاج دكاترة باطنة؟ بكل تأكيد لا، وليهم كل الاحترام والتقدير. هل الدنيا هتبطل تحتاج دكاترة جراحة؟ أكيد لا، وليهم برضو كل الاحترام والتقدير.
فمين احسن ومين اسوأ دي حاجه بتحددها انت. ومش معنى كده ان الطرق اللي يعني الاختيار التاني اللي انت ما اخترتوش ده حد سيء او اختيار سيء، بالعكس خالص، هو اختيار ليس مناسب ليس الا. فالحاجات دي انت هتعرفها منين غير بالسعي؟ ما تقدرش تحكم. يعني في ناس خلاص هو عارف ميوله من الاول، عارف ان هو مثلا ما بيحبش حاجه جراحيه، خلاص اتس اوكي. واحد عارف ان هو ما بيحبش مثلا حاجه زي البرمجه، خلاص اتس اوكي. لكن من الجهل ان انت تحكم على الاختيارات المتاحه قدامك بدون تجربة وبدون فترة انت تعيش فيها الموضوع وتشوف. طول ما انت ما عندكش خلفية، يعني خلاص انا مثلا واحد عارف اني ما بحبش جراحة، تمام، يبقى انا مش هاخد جراحة من البداية، خلاص انا عارف ومريح قراري. قراري ده انا حسنته بناء على ايه؟ كل واحد هو ادرى بظروفه. طيب انا واحد من الناس ما اعرفش ايه الحاجة المناسبة ليا، خلاص يبقى في الحالة ديت السعي هو الحاجة المناسبة بالنسبة لك، او بمعنى اصح المحاولة هي الحاجة الحاسمة بالنسبة لك، ان انت هتشوف هنا وتشوف هنا وتبدأ تحط لنفسك يعني. هل انت مثلا الفلوس بالنسبة لك أزمة؟ هي أكيد أزمة لكل الناس، بس هي أزمة بالنسبة لك أنت لأنهي درجة؟ طيب هل فكرة التريننج والطموح ومش الطموح والجو ده، كل واحد بيحدد الحاجات دي على حسب الحاجة اللي هو شايفها. فبرضه دي حاجة مش هتقدر تعرفها غير بالسعي والمحاولات. آه، السعي الحاجة اللي أنا اتعلمتها، يعني يمكن زي ما كنت بقول إن أنا دايما معتمد على فكرة إن أنت لازم يكون في تراك واضح أمشي فيه. لا مش لازم، لأن حتى لو أنت مشيت حياتك كلها من مرحلة لمرحلة لمرحلة، مرحلة تعليمية ثم في الكارير، هيكون عندك تراك واضح ماشي فيه. ففي لحظة في الحياة حتى لو ما كانش في مسار تعليمك أو مسار شغلك، يعني ممكن يكون في مسار استثمارك، في مسارك مع أسرتك، في اختيارك لتعليم ولادك، أي حاجة هتكون في لحظات مش مضمون فيها أي حاجة. أنت بس اللي بتاخد القرار، فبتاخد القرار ده بناء على إيه؟ أنا برضه ما بقولكش خد القرار على عماك، ولكن أنا بقول لك إن في الحالة ديت انت هتكون مطالب بانك تجرب، وانك مش هتسمع لرأي الناس سمع اعمى وخلاص. يعني اللي هو زي ما هم هيقولوا انا هعمل، فحد قال لي مثلا المكان الفلاني ده وحش ما تشتغلش فيه، فانا مش هشتغل فيه. لا، هو ممكن يكون وحش بالنسبه له هو. فتعلم انك تسمع الاراء، وتعلم برضه انك تسمع الاراء اللي هي مضاده لرايك. يعني احنا برضه بنكون عندنا اراء مسبقه عن الحاجه. انا ما بحبش مثلا الجراحه، فهيجي حد يتكلم معايا، لا انا مستعد اسمع راي حد هو بيحب الجراحه، ما يمكن في النهايه تكون في حاجه تقنعك. فتعلم انك تتقبل يعني الاراء المضاده. وبس، يعني دي حاجة من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها، وشايف إن السعي حاجة مهمة إن الإنسان يتحرك فيها، وهيتعلم منها كتير يعني. بشكركم على حسن استماعكم، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.